الشاب اللي قدام حضراتكم ده هو هشام أحمد حسن المصري. قابلناه لما نفذ مشروع أرانب بطاقة 50 الكلام ده من حوالي سنة تقريبا في قريته عبد المنعم رياض بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة. كان مشروع حلو ونفذه على إيده بأقل تكلفة، حتى بطاريات التربية اشتراها مستعملة وهو اللي جددها، وكان بيتحرك بحذر رغم خبرته في تربية الأرانب، لأن المشروع ده بالذات مش سهل وفيه فنيات كتير لو المربي غفل عنها يخسر فوراً ووقعة الأرانب بتوجع. هشام المصري شاطر ومكافح وجدع، وهو في الأصل شغال في المحارة وأعمال الجبس وشغل السيليكون، وعامل شغل في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة السادات والرحاب ومدينتي وغيرها من مشروعات المطورين العقاريين. وجنب ده كله روحه في تربية الأرانب. والمفاجأة اللي هيقدمها لحضراتكم هي عنبر الأرانب الجديد اللي نفذه بنفسه في قريته، ووصل بطاقته ل 390 و30 ذكر أرانب. بجد حاجة تفرح. تعالوا نتعرف على مشروع الأرانب الجديد اللي نفذه هشام أحمد المصري والفنيات اللي بيبقى حريص على الالتزام بيها. هشام المصري زرناك من حوالي سنة تقريبا، كان عندك عنبر صغير كان فيه حوالي 49 على ما أتذكر. مظبوط. ما شاء الله ما شاء الله، النهارده جايين في عنبر كامل في حوالي 290 مظبوط. في امهات مميزه جدا. وانا كهشام المصري ما ببيعش سلاله، انا ببيع لحم. صح ولا لا؟ لان انا بكبر القطيع بتاعي. تمام. طيب بالراحه كده فهمنا اصل الشغلانه دي وعرفنا هشام المصري بدأ الارانب ازاي. بالنسبه البدايه كانت في 2018، كانت تربيه ارضي. بعد ما شفت برنامج الجدعان صراحه وشفت البطاريات وشفت كده، فلما دخلت في الموضوع. انت بتحب تربي اي حاجه؟ انا بنحب نربي اي حاجه وما زلت بنربي اي حاجه. يعني بنربي خلاف الارانب بس مركز في الارانب. مركز في الارانب بالذات، يعني خدتها مشروع استثماري. انت حطيت كام من جيبك اول ما بدات الارانب؟ اول ما بدات كان 1300 جنيه، وهم دول بدايتي في الارانب. بعد كده لما تعمقت في الموضوع دخلت وشفت برامج، شفت حضرتك في البرنامج جدعان. صراحه دي كانت البدايه ان انا نخش نتعمق في موضوع البطاريات والارانب وكده ونخش كاستثمار يعني. فبعد كده اشتريت بطاريه فيها 7 امهات وذكر. ما كانش في خبره، قعدت سنه واثنين وثلاثه بالخبره ضعيفه. بطاريات مستعمله. بطاريات مستعمله اللي وجدتها في السوق. يعني انت بتقلل تكلفتك من الاخر. بنقلل تكلفتي تكاد يكون الربع. احنا حاليا باذن الله هنحاول ان احنا بقدر الامكان في متعاملين مع شركه مستورده، هنستورد من فرنسا بطاريات. تكلفه البطاريه اللي بتاخد 12 تكلفتها النهارده متوسط 15,000. مش حد بيصنع في مصر بطاريات ارانب؟ لا، في ناس كتير بتصنع. طب ما تاخدش منهم ليه؟ ما توفر الاستيراد ده. الصناعه المحليه كويسه وكل حاجه، بس برضه مواصفاتها مش معادله بره. دي مشكله ان احنا ما عندناش تصنيع، ما عندناش رعايه، ما عندناش الشغل الكواليتي اللي هو الايه الكامل بالنسبه لنظام البطاريه او نظام جوده الشغل. طب احنا اسوأ موسم ظهر على الارنب، مش عايز نقول في السنين كلها على حد ما انا اشتغلت، بس هو موسم 2024 حر الصيف 2024 صعب ومش هيعدي منه الا من رحم ربي. ما هو واضح طبعا. ملحوظه بسيطه بس لو تاخد بال حضرتك ان في اكلات او مسجات فخار حاططها للارنب. طب دي ملحوظه اكتشفتها مع مرور الشغل، اللي هي ازاي درجه حراره الميه هنا بتبقى اقل، البروده اعلى، فالارنب يبتدي يشرب ميه بيتبرد جسمه اكتر. طيب احسبها ازاي؟ يعني خلايا التبريد والمراوح بتنحسب على المكان ولا عدد الامهات؟ لا، عدد الامهات ده ملوش علاقه بقى. انا المزرعه دي بتاخد معايا متوسط 500 ل 550 احنا حاليا شغالين في 290 هنا، وفي المزرعه اللي حضرتك صورت معانا فيها المره اللي فاتت ما زلت محتفظ بيها. ما زلت محتفظ بيها ومدخل فيها بطاريات اوروبي بمواصفات اعلى من دي كمان. انت بتشتغل سلالات ايه اولا؟ انا بنشتغل في الفلاين واسكندريه والبيبيون. سلالات محليه ولا سلالات فيها استيراد؟ محليه طبعا، ده بقى لها اكتر من 20 سنه استيراد. بس اصولها استيراد طبعا. احنا بنحسن فيها. حضرتك انت شفت بنفسك جوده الشغل الهجين اللي مهجينه عندي انا هنا شخصيا، كعدد خلفات، كحمايه على الخلفات ازاي، وضع الامهات. حضرتك شفت بنفسك احنا في الصيف المربين بتشتكي فيه منه في الخصوبه، تشتكي من اللبن ويقول لك مفيش لبن في الامهات. حضرتك شفت بنفسك اللبن عامل ازاي في الامهات. مبدئيا عشان خاطر الناس اللي بتطلع تهاجم وتقول ده مشروع فاشل او ايا كان مشروع، شوف الاسباب اللي حضرتك فشلت بيها ازاي، عالج الاسباب اللي انت فشلت بيها. اللي هو مثلا ما عندكش خلايا تبريد، ده مالوش، الارنب مالوش ذنب، مالوش علاقه بقى. انت هيفطس منك من الحر، هيفطس منك بقى. يبقى يوم ما يفطس منك او تبيعه خاسس وما فيهوش لحم،
ده بقى السوق ملوش علاقه بيك، انت كده امكانياتك هي اللي مش سامحه. انا عندي امهات هنا بتضاعف عددها في السنه، يكاد يكون ممكن توصل معايا بفضل الله 90 ضعفها في السنه. يعني احنا حضرتك زي ما حضرتك شايف كده، الام دي معاها 8 9 خلفات مثلا، نحافظ عليهم باي سبب بقى، ناخد بالاسباب. طب والله انا عملت اللي عليا والباقي بتاع ربنا، كسبت خسرت دي رزق بتاع ربنا. احنا كنا بنبيعه بسعر اعلى في الشتاء، وتكلفه العلف كانت اعلى من النهارده برضه. كام النهارده؟ النهارده متوسط سعر العلف اللي انا بنوكله من 15 ل 15500. حصل لك دروب بسبب العلف حصل قبل لي كده؟ دروب قبل كده بسبب علف ما في السوق، خسرت فيه اكتر من 40 50 الف جنيه. امهات في أمهات 10 راحت؟ ايام ماتت؟ امهات راحت طبعا بسبب السموم الفطريه وبسبب الاسهالات والتركيبات تعبانه. يعني انا مش خبير تغذيه ولا معمل، بس انا عيني شافت ان العلف اللي انا بنوكله ده مختلف، فيه اختلاف عن بعضه، كل شكاره مختلفه عن الثانيه. لا، رجعت العلف وغيرت نوع العلف، والحمد لله الدنيا بقت كويسه وبقت افضل. وبنحاول ونبحثوا عن التطوير، طور من شغلك. وزن التسويق قد ايه؟ متوسط وزن الارنب، افضل ارنب ينزل للسوق من كيلو 750 ل 2 كيلو 200. ده تمام. انضف ارنب يعني ينزل اقل من للسوق. كده انت كده اقل من كده يبقى عايز ارنبك اشتري منك. تعبان. واجهتني مشكله في التسويق زي اي مربي هيطلع عملت يتكلم إيه؟ ويقول التسويق. عملت ايه؟ طيب جمعت الارانب بتاعتي انا شخصيا، حاولت نكثف الانتاج عندي، نخلي الارنبي كويس اعلى جوده، وناخد الارنب بتاعي نعرضه على المحلات. عانيت في الاول ان انا ما اتعرفت عند المحلات، بقى محل ياخد مني مره وده ما ياخدش، وده يقول ده هيجي مره ومش هيجي تاني، ده مربي اصله مش تاجر. اي محافظه في مصر عجباني او انا مرتاح لها بنخش عليها، او اي مركز تلف تاخد طلباتك وبعدين تيجي توزع. ناخد ارقام المحلات، وبعد كده نقول له انا هنجيب لك ارنب بمواصفات كذا كذا، ولو الارنب فيه حاجه بتاعي ما تاخدهوش. انا النهارده بندور على اننا ننتج لحم نبان في السوق. تاني بند اننا نشوف براندات عاليه نشتغل عليها، مثلا ندور في افكار. حاولنا بفضل الله نعمل من الارنب اجزاء زي الفراخ منها زي ما حضرتك عدت لك. قلت لي انت عملت برجر وكفته مش كده؟ حاولنا نعمل منها ان شاء الله، هنخش منها لسه على البرجر الفتره اللي جايه. دخلنا منها كفته، طبعا دي مش هنقول الاول في مصر، يعني بفضل الله يعني تكون كفته الارانب. كفته ارانب. لسه يعني ممكن ان شاء الله لو حصل نصيب هيعجب حضرتك، هتاكل منه وهيعجب حضرتك ان شاء الله باذن الله. نحاول مثلا نشوف مثلا المطاعم الحلوه تاخد مني بسعر حلو. انا بنبيع للتاجر ب 80. طب ايه يمنع او ايه الكبرى ان انا راجل عندي منتج ما نعرضه على المحلات؟ طب انت المحلات هتضرب لي السعر، ما في ناس التاجر بياخد منك ب 80. التاجر النهارده بياخد ب 80 من المحل المربيين. بيبيعه ب 120 130 جنيه. انا بنسلمه للمحل النهارده ب 100 وب 105 وب 100 وب 95. طب خلينا يعني كان بياخد منك 25 جنيه في الكيلو؟ طبعا بياخد 25 في الكيلو. من المعلومات المهمة اللي كشفها لينا هشام المصري هي إن الأم الواحدة من الأرانب بتحقق هامش ربح مجزي جدا لو اهتمينا بيها، ده بعد تكلفة الكهرباء والعمالة والسولار والعلف وغيرها من مدخلات الصناعة. وطبعا هامش الربح بيزيد مع زيادة عدد البطون وكم الخلفات في البطن الواحدة، وبتوصل عنده ل8 و10 خلفات. ولكن حساب الربح بشكل كامل بيكون في نهاية الدورة. طب لو ناس بتنتج أرانب، يعني عندها مشروع وبتنتج أرانب، تمام، تقدر تعدل لهم الشغل بحيث ان انت تسوق بعد كده الانتاج؟ طبعا نقول لحضرتك على حاجه، ودي نقطه انا عايز المربيين كلها او المشاهدين كلها يمسكوا فيها. انتج كويس، صدقني المستهلك. انا عندي بفضل الله في زباين مستهلكين مني لهم مباشر، خلاف المحلات وخلاف اي حاجه. اولا بفضل الله انا بنحاسبهم زي ما انا بنسلم للمحلات. طيب انا سلمته ب100، بفضل الله المستهلك بياخد مني النهارده ب100 برضه. لكن انا كهشام بفضل الله عز وجل عندي اداره كده في شغلي ان انا بنكسب زبون. طب من وجهة نظرك ايه الفنيات اللي اخد بالي منها كمربي ارانب؟ اولا بنلقح بدري شويه. الام لو صحتها كويسه بنلقح بدري، بنكسب بطنه تانية بتعوض معاها البطنه دي. طب الام وقعت معايا في الانتاج، خلاص بيعها لحم او ذبحها او استبعادها من المزرعه اكسب من وجودها في المزرعه. لان هي لو عندي 100 ام 50 انتاجهم ضعيف و50 انتاجهم 100%، برضه هنطلع خسران. وانت من 49 ل 290 ام ازاي عملتها؟ ازاي دي؟ بص بفضل الله دي خلفات ولا اشتريت سلالات من بره؟ لا انا ما عادش اشتريت سلالات من بره طبعا. انا بنعمل ايه؟ طب الذكور عندي مثلا عايز نغير دم، نغير للذكور بس. عندك كام ذكر هنا؟ انا عندي في المزرعه دي 35 ذكر على 290 على 290 ام. تمام. انا عندي بطاريه نخلي فيها 5 امهات وذكر واحد مثلا. احنا بنقوله بس يا ريت المربي يطلع ب7 خلفات، بلاش 10 زي ما احنا مثلا بنقوله كده. يا ريت يطلع ب7 خلفات. طب طلع ب7 خلفات وحافظ عليهم زي ما حضرتك شفت الرضاعه وشفت الدنيا عامله ازاي واقعيه، مفيش ما بنضللوش حد بفضل ربنا. لو طلع بالانتاج ده كله صدقني لو باع ب75 هيكسب. هو بيبيع ب80 النهارده بيقول انا خسران وما بنلمش نفسي، لانه عنده انتاج. الارانب انتاج، مش سوق ولا سعر ولا اي حاجه. الارانب انتاج،
ابدا المشروع ده ازاي؟ في الاول تبدا على حسب امكانيات المربي، يعني ولا إحنا اتعلم الاول في 5 6 امهات؟ ده اساسي طبعا. آه. اللي عايز ينجح حضرتك يتعلم. طب انا عايز نكسب وعايز نشتغل وعايز نعمل مشروع كبير مثلا زي كده، ومثلا معايا 100,000 200,000 150,000 على حسب الرقم بتاعي، وعايز نعمل مشروع نقعد عليه. اولا ما يقلش عن 50 العلف اختاره ازاي؟ نشتري مثلا شكاره 2 نص طن زي ما يكون، ونجرب على جزء من القطيع. طب مواصفاته اعلى كلبن كرضاعه كتحويل في الخلفات كالكلام ده كله، نقلب عليه واحده واحده تدريجي. مش كل ما واحد يقول عندي نوع علف نجري نجيب شكاره ولا نجيب نص طن ونقعد نقول ده الارنب هياكل هيبقى فيل. الام بتعمل لك ربح قد ايه في السنه؟ في امهات بفضل الله دخلت لي في الشهر يعتبر ارقام، يعني مش عايز نقول ارقام حضرتك الناس تتخض منها، في وصلت معايا ل 300 و350 للام الواحده دي في الشهر الواحد. في دكاتره ساعدونا في موضوع مواجهه الاجهاد الحراري ايوه طبعا واللي بيحصل، بالعلاجات. وقال لك تتعامل ازاي مع الارنب؟ طبعا بالحاجات بالمنتجات الطبيعيه ما فيش مشكله، عايز تتعامل بالتركيبات الطبيعيه الاعشاب ما فيش مشكله، تاخد بالوقايه ودي كويسه 10 على 10 احنا شغالين بيها برضو. عايز تشتغل يعني المركبات الحيويه ايا كانت هي طبيعيه او مثلا مصنعات. رفع المناعه. انا بنستخدم انواع كتير، حتى حضرتك الفتره ديت بنحاول ان احنا ان شاء الله نستخدم المركبات الحيويه بتاعه الدكتور محمد فتحي سالم ان شاء الله. طب حلو. وهنتواصل معاه باذن الله ان احنا المية يعمل لنا تركيبات بالميه الخضراء طبعا. باي فاكتور. لان انا ربيت عليها صح. بط طبعا وكان 10 على 10 صراحه. طب انا بنعمل ايه؟ انا ما ينفعش ان انا النهارده نروح نجيب جيركن مثلا مركبات حيويه ونشتغل على المزرعه خبط كده واحده واحده. انا بناخد مثلا النهارده جربت في البط، وحضرتك انت عارف ان انا جربت في 8 بطات. النهارده ان شاء الله باذن الله يعتبر نعدوا ال 200 بطه. الله اكبر. يعني باذن الله نعدوا الكلام ده. كم كيلو البطه؟ يعني متوسط 3 كيلو 700. الله اكبر. في ما شاء الله، ده 57 وحش يا يوم. عم، انت مش طالع بط. في 57 يوم. هشام، انت دخلت هنا شراكه مع الشيخ عبد الهادي رأفت، مظبوط. صح كده؟ راجل محترم قوي وقابلناه هنا معاك. طبعا. اسس الشراكه ايه؟ اسس الشراكه انتوا دخلتوا أولاً شراكه بعد برنامج جدعان. طبعا قابلتوا واتكلمتوا وقعدتوا مع بعض، عملتوا عقود واشتغلتوا. دخلنا الحمد لله في شراكه اولا بالثقه، والحمد لله يعني بفضل الله هو الراجل واثق فيا، واثق في شغلي، واثق في معاملتي. تاني بند اللهم لك الحمد والشكر، انا بنحافظ على المال ده كانه مش مالي بس. مفيش حاجه اسمها مثلا ان معايا شريك بنتكل عليه ولا الكلام ده كله، احنا بنساعدوا بعض بنكاتفوا بعض في المشروع. انت مسؤول عن ايه ومسؤول عن ايه؟ هو دخل معايا براس مال والثقه بس، انما هو في بالنسبه للمشروع انت الخبره والمجهود هو راس المال. هو مش مجاله خالص طبعا. انا بالنسبه للارنب ده مجالي وده شغلي وده ادارتي. انا على فكره حتى مقيم في المزرعه هنا، مقيم في المزرعه يعني حتى عدتي وشغلي. انا وانا داخل قلت لك ايه، انت كده هتتفرج. احنا طبعا قلت لي 88% قاعد هنا. طبعا 90% قعدتي هنا. فانا النهارده بنكبر فيه، بنحاول نفتح اسواق جديده لنفسي. فدخلت على مثلا على الارنب، عندي انا تجارب عندي الاول، عملت منه كنظام التطيب بتاعه ازاي الشوي. دخلت مثلا على نظام ان شاء الله الكفته، طبعا هتعجب حضرتك باذن الله، يعني دي فكره ان شاء الله. خلاص هنتغدى معاك يا هشام. حبيبي يا باشا، هنتغدى معاك يا هشام. البرجر ان شاء الله، يعني بمعنى صح نشف الارنب ونشوفوا المردود بتاعه قد ايه، هل مجزي ولا مش مجزي، هل مثلا بعد ما نشفيه الدنيا هتبقى رايحه فين. وحضرتك ما ينفع مش اي ارنب نشفيه ونستخدمه. الارنب لازم يبقى ظهره كويس، جسمه كويس، وزنه محترم، يدي يقطع معايا ويدي معايا وزن تصافي اعلى. ما حاولتش تدخل السلاسل التجاريه؟ والله انا بنحاول، ارنب بس مذبوح لسه مجمد او فريش الاول. هندرس الموضوع الاول، نشوف ايه العقوبات اللي تقابلني. طب الموضوع بقى مجزي وبقى شغال معايا زي المحلات اللي بره، هنشتغل معاه. في الشتاء بتنزل امتى وفي الصيف بتنزل امتى؟ يعني كل قد ايه بتنزل بارانب؟ في الشتاء بفضل الله في المزرعه دي بننزله كل اسبوع، يعني بنخصصه يوم في كل الاسبوع. اسبوع بتاخد كام ارنب وتنزل سوا؟ بناخده 100 ارنب، 150 ارنب، 80 ارنب على حسب الصيف اللي احنا فيه ده. في الصيف ده من 10 ايام ل 15 يوم. بتاخد قد ايه برضه؟ بناخده برضه نفس الكميه بفضل 100 الله. 150 ارنب. لان مفيش حاجه اسمها موسم للارانب، في حاجه اسمها اداره للارانب وانتاج ومكان مجهز للارانب. خليني اسالك سؤال يا هشام. اتفضل. دلوقتي انا هاسس المشروع، واساس المشروع الامهات. طبعا. رحت لحد زي حضرتك كده قلت له انا هاخد منك 50 ام. تمام. اختارهم ازاي الامهات بالذات؟ بالنسبه لحضرتك اللي انت جاي تشتري 50 ام من عندي، انت مش هينفع تختارهم. لو انا دخلتك مزرعتي تختارهم يبقى انا غشاش. طب ليه؟ ازاي؟ ده المفروض ان كده الصح. قلت له الصح ان انا اضرب كل ام عندي في المزرعه انتاجها عامل ايه، نطلع من حضرتك. جيت لي مشكورا قلت لي انا واثق فيك وعايز منك 50 ام، 20 ام، 10 امهات، 5 امهات. انا بنخش مزرعتي اللي فايض من السلاله عندي او اللي انا مربيه سلاله نبيعه للناس، الارنب النظيف اللي هو اللي اشتغل سلاله معايا يديني انتاج، بناخده نقول لك حضرتك خد ارنب اهوت وضعه كذا كذا واشتغل. تاني بند، في ناس بتخش عندي هنا وقابلتني وناس جت عندي هنا طلبت مني ارانب عشار بس. طب ده بند عايز غلط. يكسب على طول، ده عايز يكسب على طول ومستعجل، عمره ما هيكسب من الارانب.
يعني انا خسرت 40,000 50,000 بفضل الله، ممكن شهرين 3 نكون معوضهم تاني بعدد وبأمهات وبربح. السوق يغلط معايا شويه تبقى الدنيا كويسه. انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت في ناس قالت ان احنا مثلا ايه ناقصنا سلالات من بره، تمام، حل كويس ومفيش مشكله، بس هو مش هو ده دي مش مشكله. هي مش مشكلتها ان احنا ما عندناش ارانب، المشكله ان احنا ما عندناش مربيين تربي الارانب. طيب تخش على المربيين مثلا تتاجر في السلاله، مثلا يشتري ارانب من عندي او يشتري ارانب من السوق ويسمنها ويعرضها سلالات ويبيعها للناس، كده هو بياخد ذنب الناس اللي بتشتغل بارنب، هو مش مضمون ولا هو عارف جودته ايه ولا وضعه ايه. يعني المزرعه اللي حضرتك شايفها دي النهارده فيها 290 ام 300 ام مثلا، انا ممكن النهارده نصفيهم على 100 ام و150 ام وكسبان مش خسران. الام اللي بتصعب عليا دي هتفجرني وهتخسرني في المزرعه. لو عندي سكينة 10 على طول. على السكينه طبعا، ماشي، على البرجر الفتره اللي جايه دي ان تمام. شاء الله. تربية الأرانب تحديداً عشان تنجح لازم تديها كل احتياجاتها في الوقت المناسب: أعلاف، تحصينات، درجة حرارة، متابعة مستمرة، وطبعاً الخبرة. وخلي بالكم، هشام المصري مركز مع كل أم بيربيها وعارف تاريخها ولقاحاتها وولاداتها، يعني بيمتلك بيانات كاملة عنها، واللي مش بتنتج بشكل كامل بيستبعدها فوراً بأم تانية تحقق له الربح. باختصار، قاعدة البيانات الخاصة بمزرعته بتخليه دايماً عارف ياخد قرار في مشروعه.